بتبدأ الحلقة الأولى من مسلسل عودة القاضي بشخص بينهج تحت المطر وعمال يتلفت حواليه كأنه بيهرب من حد. وفجأة وهو ماشي بيمسك حد في رجله وبيلاقيه متشرد، بس لما بيتعدل بيلاقي حد بيموته بسكينة في رقبته وبيقع على الأرض وبيموت، وهو ده بطلنا يونغ. وعلشان نفهم إيه اللي وصله لكده بنروح لسنة 2035 بيونغ وهو بيجري في الشارع وهو بيسمع بيان بيمنع المتشردين إنهم يتواجدوا في الشوارع وإن مكانهم الأنفاق والأماكن المهجورة. وبنشوف بعد كده تجمهر قدام محكمة بيطالبوا بمعاقبة شركة كيماويات اسمها كوجين اتسبب بإصابة 24 شخص بأورام الدماغ واللوكيميا، لكن بيطلع رجال أمن وبيضربوا الناس دي. وبعد كده بنروح لقاعة المحكمة وبنلاقي القاضي اللي بيكون هو يونغ بيبدأ محاكمة في الحادث الصناعي بتاع شركة كوجين، وبيكون فيه بنت مريضة باللوكيميا و24 موظف تانيين مصابين بنفس المرض ومات منهم 9 وكلهم في سن صغير. لكن دفاع الشركة بيقول إن الشركة متأمنة من أي مواد خطرة، وساعتها بيطلب خبير واللي بيطلع يقول المواد الخطرة كانت مطابقة للقوانين ومفيش أي خطأ حصل من الشركة. أما القاضي فبيحكم في القضية وبيقول إن الشركة ملهاش دعوة بالأمراض اللي حصلت لهم وبيرفض الادعاءات بتاعتهم. وساعتها ست كبيرة واللي بتكون جدة البنت المريضة بتنهار قدام القاضي وبتقوله إنهم إزاي مش مذنبين، لكن البنت المريضة ساعتها بتنزف دم، بس القاضي ما بيهتمش وبيسيبهم. وبنرجع لورا مع عميل من الشركة وهو بيتفق مع حما القاضي إن الشركة لازم تكسب القضية دي حتى لو فوز جزئي مقابل 3 مليون، وبنعرف ساعتها إن القاضي ده فاسد ومرتشي. وبعد كده بنروح لمدعية عامة اسمها جين وهي بتقتحم مكتب واحد وبتقوله إنها هتبدأ تفتش المكان وهتصادر الشركة واللي بيكون اسمها شركة اس. ولما بيرجع يونغ لبيته بالليل بيلاقي خبر على الموبايل إن البنت المريضة بتاعة المحكمة انتحرت من على سطح المستشفى. ولما بيروح لوالدته تاني يوم لأنه بيكون يوم عيد ميلادها بيلاقيها بتلبس وهتخرج، فبيسألها رايحة فين، فبتقوله إنها نازلة لجارتهم تحت انتحرت من على سطح المستشفى بعد ما نزف الدم في المحكمة، وفي قاضي ملعون هو اللي تسبب إن يحصل لها كده. وبتسأله إذا كان يعرف القاضي ده ولا لأ، وبتسيبه وبتروح عزا البنت دي، بس بتنسى دواء الرب بتاعها في البيت. وبنروح بعد كده لرئيس المحكمة وهو بيكلم حما يونغ واللي بيكون صاحب شركة محاماة، وبيقول له عن الشركة اللي المدعية العامة جين صدرتها وإنهم عايزين يولوا يونغ القضية دي. ولما بنرجع ليونغ وهو بيجري ورا والدته علشان يديها الدواء بيجيله مكالمة فبيسيبها وبيمشي ومش بيديها حاجة. أما والدته بتروح عزا البنت، لكن الجدة بتمسكها وبتضربها بسبب اللي عمله ابنها، بس الأم بتعتذر لها وبتخرج بعد كده من العزا وبتتعب في الشارع وما بتلاقيش الدواء في شنطتها. وساعتها موبايل يونغ بيرن برقم والدته لكنه ما بيردش على المكالمة، وساعتها حماه بيخليه يصبله المشروب وبيتعمد يهينه. ولما بيوصل يونغ المستشفى لما عرف إن والدته تعبت بيلاقي والدته اتوفت، فبيتصدم يونغ. ولما بنروح تاني يوم للمحكمة والرئيس بيأكد إن القضية تروح ليونغ بيقوله إنه خلاص هينقله للقسم الجنائي علشان يتولى القضية دي. وبنروح بعد كده للمدعية العامة جين وهي بتدور ورا يونغ، فبتعرف إنه بيكسب قضايا مكتب المحاماة بتاع حماه، وإنه والده محبوس في مستشفى بسبب الخرف، واللي بيدفع فلوس المستشفى زوجته واللي بتكون 200 مليون في السنة. وساعتها بتلاقيه خارج من المحكمة فبتمشي وراه وبيكون ساعتها رايح لوالده المستشفى وبيدخل يحط شيكات في الخزنة وبيطلع يخرج والده بعد كده. وبتطلع له جين وبتحذره إنه لازم يمشي الموضوع قانوني المرة دي. وتاني يوم بيوصل يونغ المحكمة وبيروح يقدم استقالته، لكنهم بيقولوا له إنهم مش هيوافقوا على الاستقالة ولازم الأول ينهي القضية دي. ولما بيرجع لبيته حماه بيديله الحكم اللي مفروض ينطق بيه في القضية بتاعة شركة اس، لكنه بيرفض وبيقوله إنه هيطلق بنته وبيسيبه وهو متعصب. وتاني يوم بيكون يوم القضية وبنلاقي يونغ داخل وإيده بترتعش، وبيسمع جين وهي بتدين الشركة وبتطلب حكم 6 سنين سجن مع 12 مليار غرامة. ولما بيجي دوره إنه يحكم في القضية وبيكون صاحب الشركة مطمن إنه هيحكم في صالحه بالبراءة، لكنه بيصدمه يونغ وبيحكم على الشركة ب10
10 سنين سجن و24 مليار غرامة. وساعتها الكل بيتصدم من الحكم، ورئيس المحكمة العليا بيبصله وبيسيب القاعة وبيمشي. أما جين فبتكون فرحانة. وبعد كده بيظهر يونغ في المحكمة، بس ساعتها ما بيكونش القاضي، بيكون مسجون ومتهم بقتل شريكه. بس هو بينهار وبيقول لهم إنه ما عملش كده، وبيقول لهم إنه بريء. وهنا بتنتهي الحلقة الأولى من المسلسل، في انتظار نزول الحلقات الجاية.